السلام عليكم متتبعي حلويات مريم. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم فكره اللي غادي تسهل عليكم الوقت ديالكم وايضا المجهود ديالكم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضروا ملاوي ومسمن ومليويات هكا معمرين بالبصله والشحمه، وحتى تبغيهم عاد باش غادي طيبيهم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا يعني غادي نوجدوهم وكنوضعوهم في المجمد، كنحتفظوا بهم الوقت اللي كنبغيو نطيبوهم كنجبدوهم، يعني كنطيبوهم بكل سهوله. هانتوما شوفوا معايا يعني وهما جامدين، فقط كندهن المقلاص ديالي بشويه ديال الزيت، كنزل هذيك المسمنه وكنتسنى عليها. وهنايا عندي حتى الملاوي، يعني كان بواحد الطريقه اللي سهله بزاف كنوجدوهم، وحتى الملاوي المعمرين حتى هما هي بطريقه سهله. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم، بارطاج ديال الفيديو مع احبابكم وصحابكم وايضا في مواقعكم التواصليه، وندوزوا على بركه الله باش نتعرفوا على الطريقه ديال الاحتفاظ ديال هذا الملوي هذا، وايضا حتى الطريقه ديال التشكيل ديالو، لانه كيجي ناجح 100%. وما تبخلوش عليا كيف ما قلت لكم يعني باللايكات ديالكم، تشجيعاتكم، بارطاج ديال الفيديو مع احبابكم وصحابكم وفي مواقعكم التواصليه. بسم الله على بركه الله. انا هنايا خديت 5 ديال الكؤوس ديال الفرينه. انا هنا استعملت الفرينه، نتوما غتستعملوا اي نوعيه ديال الدقيق بغيتو تستعملوها، تقدروا ديروا الفينو مع الدقيق الابيض. هنايا استعملت 5 ديال الكؤوس، درت لهم هكايا ربع ملعقه صغيره اولا راس معلقه صغيره هكايا ديال الخميره الفوريه، الملح، وبطبيعه الحال واحد القياس ديال ملعقه كبيره ديال العسل. وغادي نعجن العجينه ديال الرغايف ديالي عاديه جدا اولا ديال الملاوي عاديه جدا، يعني عجينه اللي كتكون معجونه مزيان. يعني صافي هانتوما شوفوا معايا يعني كنعجنها الطريقه ديال العجين، راه كلشي هكا تعرف كيفاش يعجن الرغايف اولا الملاوي. صافي هنا من بعد ما كنوجدهم غادي نحاول انني نشكلهم كرات. انا هنا ما بغيتش نديرهم كبارين فدرتهم هكايا متوسطين في الحجم ديالهم. غادي نستفهم في واحد البلاطو وغادي نغطيهم بواحد بلاستيك غذائي ونخليهم كيرتاحوا. هنا كنجي كنوجد الحشوه ديالي اللي عندي فيها حبه كبيره ديال الفلفله، حبه كبيره ديال البصل، عندي كميه هكا ديال الشحمه، وعندي هكا كميه ديال المعدنوس مقطعه. غادي نشحر هاد المكونات هكا مزيان حتى كينزلوا ليا مع بعضهم كيف ما كتلاحظوا معايا على هاد الطريقه هذه. لهاد الساعه مازال ما درت حتى شي توابل، يلا غنبدا نضيف التوابل يعني حتى كيتشحروا ليا. هنا كندير كميه هكا ديال الكمون غير واحد شويه، عندي ايضا الفلفل الاسود، عندي ايضا الخرقوم، الملح، سكنجبير عفوا، وعندي الفلفل الاحمر، عندي هنايا الملح. هنا ما كنحاولش انني نكثر الملح، يعني كنخاف هكا انني نملحو. صافي كنشحروا. الا عندكم الفلافل بطبيعه الحال بالالوان فكتضيفوها. صافي هنا غنشحرها مزيان مزيان، غنطفي عليها النار ونخليها ترتاح. بطبيعه الحال كنكون دايره شويه ديال الزيت نباتي باش شحرت هاد المكونات كاملين. صافي هنا غنخليها تبرد جانبا، وغندوزو باش نحضروا المكونات الثانيه، يعني باش نكملوا التحضير ديال الملاوي ديالنا والمسمنات ديالنا. هنا العجينه من بعد ما كترخف كندهن هكايا بكميه ديال الزيت. غادي نحاول انني نطلق العجينه ديالي. شوفوا معايا العجينه ملي كترتاح هكا كتعطيكم الطوع وكتجي هكا سهله في الخدمه ديالها. كنرشها بكميه ديال الزيت. وهنايا عندي الفرينه مخلطه مع شويه ديال المايزينا. صافي هنايا كنحاول انني نورق بها هاد الملاوي ديالي. هانتوما شوفوا معايا يعني هي اللي كنرش بها الفرينه مع المايزينا. كنوضعها قدامي قبالتي وغادي نجيب الثانيه هكا نطلقها. انا هذه غير فكره كنعطيها لكم، وانتم بطبيعه الحال غديروا الكميه اللي كتناسبكم هكايا وتخزنوها. بغيتو حتى نتوما هكا تجربوا هكا ديروا تجربه غير بكميه قليله، ولا نجحت معكم وعجباتكم الفكره عاد بديك الساعه توجدوا كميه اللي هي اكبر. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كنكملوا على هذا الشكل هذا كنبدا هكا كنلوي فيه بهذه الطريقه هذه. وكيف ما قلت لكم راه ملي كتريحوا العجينه ديالكم كتعطيكم الطوع وكتجي زوينه بزاف. صافي هنا غادي كنستمر هكا بداك الخليط ديال التوريق مع الزيت. انا هنا ورقتهم غير بالزيت. صافي على هذا الشكل هذا هانتوما شوفوا معايا كنوضعها جانبا، وغادي نجيب واحده اخرى كنبدا هكا كنطلق فيها، ما تنوقفهاش مباشره، يعني كنحاول انني نخليها واحد شويه. وحتى فاش كنلويها ما كنلويهاش مزيره باش كتجيني ملويه ديالي محلوله وكتجيني ملويه ديالي ناجحه. صافي هانتوما شوفوا معايا يعني كيفاش كتجي. هذيك الاطراف كندخلهم هكا في الجناب. صافي وهنايا شوفوا معايا يعني راه كنحاول هكا انني نوقفهم، كنجبدهم هكا واحد شويه وكنجمعهم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه. هانتوما شوفوا معايا يعني تقدروا توجدوهم يعني توقفوهم حتى في نفس اللحظه ملي كيكون العجينه ديالكم يعني هكا كتكون مرخوفه وعاطياكم الطوع. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا، كندخل هذوك الاطراف. هانتوما شوفوا معايا يعني هكا فقط كنوسعها واحد شويه صافي وكنوقفها. هنا من بعد ما كنكملهم غادي ندوز هكا باش نحضر معكم المسمن. هنايا المسمن بنفس الطريقه يعني كنورقها كندهنها بالزيت، كندير لها رشه من الفرينه مع المايزينا. صافي وكنجمعها. هانتوما شوفوا معايا يعني صافي كنجمعها على هذا الشكل هذا.
مباشره بعد ما كنكملهم كنخليهم جانبا باش كيتسلقوا ليا صافي. وكنجي هنايا باش غادي ندير هذاك اللي كيكون معمر الحشوه ديالي من بعد ما كتكون بردات بطبيعه الحال. كنجي هنايا فرقت الحشوه غير على 4، درت غير 4 ديال المسمنات هكا صافي. هانتوما شوفوا معايا كنوزع هذيك الحشوه صافي. وكنجمع الملويه ديالتي بشكل عادي اولا المسمنه ديالتي بشكل عادي. غادي ننزلها قبالتي وكنجيب الثانيه بنفس الطريقه يعني كندير رشه ديال الفرينه مع المايزينا وكندير الحشوه ديالتي اللي وجدتها معاكم. يعني سهله بزاف وكلشي هكا كيعرف انه يوجدها. بالنسبه لي هنايا الفكره اللي كنعطيكم في هذا الفيديو هذا هي الطريقه ديال التخزين ديالهم، يعني حتى كتبغيو توجدوهم، يعني حتى كتشهاوهم عاد باش كطيبوهم يعني في نفس الوقت صافي كطيبوهم وكتاكلوهم صافي. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كنكملهم. هنا كنجيب البلاستيك اولا كتجيبوا ورق الطهي. انا هنايا فاش قلبت على ورق الطهي صراحه لقيته تسالى وعجزت هكايا باش نخرج نمشي نجيبو. كناخذ المسمنه ديالتي كنحاول انني نقرصها هكا، نقرصها. شوفوا معايا راه عاط يعني الطع يعني كتقرص معايا بكل سهوله صافي. هنا كنقرصها غادي نجمع عليها داك الاطراف ديال البلاستيك على هاد الطريقه هذه وغادي نرفدها وننزلها هكا في واحد البلاطو صافي اللي غادي ندخلها فيه المجمد باش تجمد ليا صافي. هانتوما شوفوا معايا يعني كتولي كترفدوها بكل سهوله صافي. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا بنفس الطريقه كندهن البلاستيكه غير بشويه ديال الزيت وبطبيعه الحال كنقرصها بالمقلوب لانه غادي فاش غادي نحطها يعني راه كتجي زوينه بزاف. يعني غادي نحطها على ديك الجهه اللي فيها القفله صافي. هنا كنجمعها صافي وغادي نديرها فوق من ختها صافي. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. هنا كنجيب بلاستيكه واحده اخرى غادي نقرص فيها هذاك الملوي. شوفوا معايا كيفاش كتجي صافي. كنبدا هكا كنقرص هكايا فيها. هنايا الملوي معروف انا باش كيتحل لينا في الطياب كنديروه شويه هكا يكون رقيق ما كنخليوهش غليظ صافي. هانتوما شوفوا معايا يعني كنلمها بهذه الطريقه هذه يعني كنحاول انني نجمعها وكنجمع عليها داك البلاستيك. وبطبيعه الحال ملي كنبغي نطيبها كنحيد لها البلاستيكه وكنحطها في الطاجين ديال الخبز ديالي اولا في المقلاص ديال الخبز ديالي صافي. هنايا كنحاول انني نطلقهم هكا بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. هنا الطريقه سهله بزاف فقط كدهنوها بشويه ديال الزيت هكا باش ما كتلتصقش لكم ديك العجينه في ديك المسمنه هكا في ديك البلاستيك صافي. كتلموا عليها الاطراف وغادي تحطوا وحده فوق وحده وكتدخلوها للمجمد حتى كتقبط راسها صافي. هنايا كنجي هنايا بنفس الطريقه غادي نقرص هذاك الملوي حتى هويا اولا داك المسمن. هنا بعد ما كنكملهم كندخلهم ليله كامله للثلاجه حتى كيقبطوا راسهم مزيان. يعني انا وجدتهم البارح واليوم عاد خرجتهم. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيجي وغادي نشارك معكم حتى الطياب ديالهم لانه كيجيو ناجحين وكيجيو زوينين بزاف. في مقلاة كناخذها المقلاة الثقيله اللي كنطيبوا فيها المسمن كندهنها هكا بالزيت وكنوضع المسمنه ديالي. هانتوما شوفوا معايا يعني كنحيد لهذاك البلاستيك بكل سهوله صافي وكنزولوا ليها هكا بكل سهوله وكنزلها هكا في المقلاة. هانتوما شوفوا معايا يعني حتى ولا بغيتو تخليهم يتسلقوا فهم كيتسلقوا بكل سهوله يعني دغيا هكا تيتسلقوا. تندهن ليها هكا الوجه ديالها بكميه ديال الزيت وكنقلبها على هذا الشكل هذا بطريقه اللي هي سهله بزاف. وشوفوا معايا كيفاش كتورق وكتهز ليا الملويه ديالي صافي. هنايا كنستمر هكا كنبقى هكا كنقلب فيها بحال الملوي اللي كنديروه يعني في نفس اللحظه كتبقاو هكا كدهنوها بالزيت وانتم هكا كتقلبوها. انا هنايا عاودت دهنتها هكا المره الثانيه. شوفوا معايا كيفاش يعني هكا كتهز التصويره ما عطيهاش حقها بصراحه صافي. هنايا كنستمر بهذه الطريقه هذه غادي نخليها حتى كتحمر ليا مزيان الملويه ديالي. شوفوا معايا هنا بالنسبه للمسمنه فحتى هي شوفوا معايا كيفاش كتهز. شوفوا معايا كيفاش كتجي ما شاء الله. فكيف ما قلت لكم راه ما شاء الله يعني راه كيجي ناجح 100%. غير جربوه وردوا عليا الخبر. هانتوما شوفوا معايا الملويه كيفاش كتجي المسمنه عفوا كيفاش كتجي راه كتجي مورقه وكتجي زوينه بزاف. شوفوا معايا حتى الملويه كيفاش كتجي يعني حتى هي كتجي مورقه وكتجي زوينه بزاف. بالرغم من اننا يعني جمدناها عاد باش طيبناها فهذا ماشي عائق عفوا صافي. حتى المسمنه ديال الشحمه بنفس الطريقه يعني هكا كنبقى هكا كندهنها بكميه ديال الزيت كندهنوها غير في المره الاولى يعني من هذا الوجه ومن هذا الوجه. ملي كنبغيو نقلبوها كنعاودو ندهنوها هكا بكميه ديال الزيت صافي. شوفوا معايا كيفاش كتجي ناجحه
نتمنى انكم غادي تجربوه وغادي تستمتعوا به، وما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم، تشجيعاتكم، بارطاج ديال الفيديو مع احبابكم وصحابكم في مواقعكم التواصليه. والى هنا ان شاء الله غنكون وصلت معكم لنهايه ديال الفيديو. دمتم في امان الله، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد ومع وصفه جديده.